يجرى بهم. قلت ليه مكالمة المرأة طافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في القناة، ونتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جيناكم بموضوع مؤلم وحساس كيهم الهجرة السرية، الظاهرة اللي مازال كيدفع ثمنها بزاف ديال الشباب والأسر ديالهم بين حلم الوصول إلى الضفة الأخرى وبين مصير مجهول ما كيعرفوا عليه حتى خبر. القضية اللي غنهضروا عليها اليوم جاية من مدينة المحمدية، وكتهم حوالي 30 شاب خرجوا حسب تصريحات عائلاتهم قبل حوالي 10 أيام في محاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا. ومنذ ذلك الوقت كتقول الأسر أنها ما توصلت حتى بأي خبر يطمئنها عليهم، ولا كتعرف واش ولادها بخير ولا وقع عليهم شي مكروه. في هذا الفيديو غادي نخليو المجال لواحدة من الأمهات باش تحكي بكلامها شنو وقع وشنو الرسالة اللي بغات توصلها، ومن بعد التصريح ديالها غادي نرجعوا نناقشوا هذه القضية ونتوقفوا عند عدد من النقاط المهمة. إذن نخليكم دابا مع التصريح. وقع لنا وليدي شي كانوا مشاو الحراقه قبل وقالوا لي ما رحنا مشينا ورحنا وصلنا داكشي اللي يزقد ولادنا تا مشاو لهذا السجد داهم ما سقنا لهم اخبار واش ميتين ولا حيين ولا علم الله اشنو جرى بهم. اليوم 10 كاميرا مستحيل يبقى ولدي انا حي منوك عبد الغاني، مستحيل يبقى حي منوك عبد الغاني، مستحيل يبقى ولدي حي بن جلول عبد الغاني. 10 ايام وقف فوق الماء، راه 10 ايام وقف فوق الماء عبد الغاني، ما عرفت واش ميقيت حق وميقيت ولا حي ولدي. راني تكرفس، راه الدار عامره 10 ايام، العزايه عندي 10 ايام، شي خارج شي داخل. عيطت لي في التليفون، عيطت لولدي في التليفون سميتو النمره ديالو طافيه، قلت ليه مكالمه النمره طافيه. اتصلت بالسبيجي قال لي مره يكتب عليا هوك يقول لي راهم داو ليسانس قريب، مره يقول لي داو كثير حتى حاجه ما كاينه، حتى شي خبر صحيحه ما كايناش، حتى شي خبر حقين ولا مكتين ما كايناش. هما خرجوا ثلاث يقول لي خرجوا ثلاث الفايت اليوم 10 ايام باش خرجوا وتا خبر ما جات عليهم. اللي دار يقول لك ما قالوا لينا نلاح بالبحر، واش هاد الدراري 10 ايام وقفوا فوق البحر وما يطلع حتى واحد فوق الماء، ما يتصاب حتى واحد. حنا بغينا نعرفوا ولادنا واش حاقين ولا ميتين. ولادنا راه مستحيل يكونوا ماتوا 10 ايام. حاجه خاطفوا ليش هاد الحاجه هذا؟ مستحيل يكونوا ولدي ميت 10 ايام وما يهزوش الماء، مستحيل يكون ولدي 10 ايام وباقي تحت الماء. انا شاكه في ولدي مختطف، كون كان ميت يسيبوه البحر يسيبوه البركوكات، راه البحر عامر، راه لابد ما يسيبوش يهز الماء. واش 30 واحد ولا 32 ما حتى واحد ما غيهزوا الماء، حتى واحد ما غيلقاوه، راه مستحيل ولادنا ما ميكتينش. شحال من واحد امي مشى هنا الشلاله، شحال من دري؟ الولي بعد ذلك ما قال اكثر من 30 واحد الولي، اكثر من 32 واحد اللي ماشي، 36 دري اللي ماشي باقي لا حس عليهم لا خبر. كيفاش هاد الدراري اليوم 10 ايام وما تحت الماء ما يبانوش ما يخرجوش؟ لا سمح لي الزودياقه اللي خرجوا فيها بانت لا حل بحال ما بانتش الزودياقه، ما بانت لا الزودياقه لا اللي كان سايق بيهم لا اللي مصيفتهم لا اللي شاد فلوس من عندهم، لا حتى واحد ما بان. هذه هي الحاجه النقطه اللي بغينا خاصنا يقول لنا راه ديتهم ولا ماتوا ولا راه مغرقوا، ما عطانا حتى اخبار. حاولتوا تواصلوا مع التسويع هذا ولا واش معاك يقطع علينا تليفون ما شادش التليفون ديالو ما كيجاوبش طافي علينا نمرته. واش دراري واحد النمره قال لهم عيطوا ولادي لا مريض ما لا مريض، هذاك الشيء كلشي الكذوب، هذاك الشيء كلشي زف. واش الدراري 32 واحد غمست في واحد البلاصه ما غيطلع حتى واحد، ما غيبان حتى واحد، غيبانوا حوايجهم غيبانوا غتبان هذيك اللي ثلاث الزوديا اللي كتغادي بهم اش كيقولوا ليها. ولادنا باقي الشك في ولادنا مختطفهم هذا السجد، الشك في ولادنا مجاليهم هذا السجد في الشك. لا بلاصه كاينين امي يمشيو هاد الوليدات هادو فين البلاصه؟ الوليدات مشاو للعيون وخرجوا من اخ في النير، حرقهم من اخ في النير. والدري اللي كان معاهم قال لك شتو ولدك تركبوا وشا مع الدراري، قال لك شتو تركبوا وشا. ما عرفتوا واش داقورهم وراجعهم، ما عرفتوا واش قلبهم وجبدهم وداهم دفنهم، ما عرفتوا واش داهم شي صحه ولا شي حاجه واستعمرهم. انا بغيت غير نعرف هاد الاولاد واش ميكتين ولا حيين. بغينا هاد السيد غير يخبرنا يقول لنا ولادكم راه ميكتين ولا راه متقلبوا ولا نكسوا ولا. إذن كما شفنا في هذا التصريح فالكلام ديال هاد الأم كيخرج من قلب محروق على ولدها. أي أم كتعيش 10 أيام وهي كتسنى غير مكالمة هاتفية ولا أي خبر يطمنها أكيد غادي تكون عايشة أصعب اللحظات. أكثر حاجة لفتت الانتباه في تصريحها هو أنها كتقول بأن الشكوك ديالها كتكبر، خصوصا وأنه إلى حدود الآن ما بان حتى أثر لأي واحد من حوالي 30 شاب اللي خرجوا مع بعضهم، وهذا الشيء هو اللي خلاها تناشد أي شخص عنده معلومة أو كان على صلة برحلة الهجرة أنه يخرج ويقول الحقيقة باش الأسر تعرف شنو وقع. بطبيعة الحال خصنا نكونوا حذرين،
لأننا ما نقدروش نجزموا بشنو وقع فعلا مادام ما كاين حتى تأكيد رسمي على مصير هاد الشباب. والأمل ديما كيبقى موجود عند العائلات حتى يبان أي خبر مؤكد، ونتمنى من الله أنهم يكونوا بخير وترجع الطمأنينة لقلوب أسرهم. لكن هذه القضية كترجع تفتح واحد الملف الكبير، وهو ملف الهجرة السرية. للأسف بزاف ديال الشباب كيشوفوا فيها آخر أمل باش يبدلوا حياتهم بسبب البطالة أو الظروف الاجتماعية أو الرغبة في تحقيق مستقبل أفضل. ولكن في المقابل هذه الطريق محفوفة بالمخاطر، وكثير من الرحلات كتنتهي بمآسي أو باختفاء أشخاص لأسابيع أو أشهر، وأحيانا كيبقوا العائلات عايشين بين الأمل والخوف بلا ما يعرفوا الحقيقة. من وجهة نظري خص يكون اهتمام أكبر بهذه الظاهرة، سواء من ناحية التوعية بالمخاطر اللي كترافق الهجرة السرية، أو من ناحية البحث على حلول حقيقية تعطي للشباب فرص داخل بلادهم. لأن أي شاب كيركب البحر وهو عارف حجم المخاطرة غالبا كيكون وصل لمرحلة كيعتقد فيها أنه ما عندوش خيار آخر. وفي نفس الوقت أي معلومة مؤكدة على هذا النوع ديال القضايا خصها تخرج من الجهات المختصة باش ما تنتشرش الشائعات وما تزيدش معاناة العائلات. دابا الدور عليكم، شنو هو رأيكم في هذه القضية؟ واش كتشوفوا أن الهجرة السرية ولات نتيجة لظروف صعيبة، ولا كاين حلول أخرى خاص الشباب يفكروا فيها قبل ما يغامروا بحياتهم؟ خليوا آرائكم في التعليقات باحترام. وإذا عجبكم هذا المحتوى ومازال ما مشتركينش في القناة، ما تنسوش ديروا لايك للفيديو واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.